الحياه شكلها ايه؟ متخيلين حمل الواحد بيبقى شكله ايه؟ حمل صعب جدا على فكره. ودايما بقول عايز تقف مكاني، عايز تلعب دوري اقف مكاني، شيل شيلتي. دايما لما اشوف حد مثلا يقول ايه ده فلان ده مرتاح، ده فلان ده ما عندوش مشاكل، اقول له ما فيش حاجه اسمها ما عندوش مشاكل، هو لا يصدر المشكله دي، هو ما بيصدرلكش المشكله، ما بيصدرلكش الجزء اللي بيؤلمه. كل واحد فينا عنده 24 اراده، بس كل واحد بايه؟ بقدر. انا ناقصني حاجه في حياتي، انت ناقصك حاجه في حياتك، انت ناقصك حاجه. كل واحد فينا عنده حته بتؤلمه وحته بتوجعه. قدرتك على انك انت تتخطى الشيء المؤلم ده نجاحك في الحياه. اللي هي اللي قالها دانيال جولمان، اداره الذات والوعي بالذات. فعندنا هنا مدارس العلاقات الانسانيه دي بتاعت إلتون مايو، وده عالم نفس اجتماعي، هو استرالي الجنسيه، وقال يا جماعه المدرسه الكلاسيكيه اخذت دورها في اوائل القرن العشرين وازدهرت في منتصف القرن العشرين، فقالوا المدرسه العلاقات الانسانيه ظهرت ردا على ايه؟ على المدرسه الكلاسيكيه اللي هي بدات مدارس الاداره. الشريحه اللي بعدها المدارس السلوكيه. هرم ابراهام ماسلو طبعا عارفين. الله ينور عليك. ابراهام ماسلو عمل حاجه اسمها هرم الاحتياجات. هو عباره عن ايه؟ هرم كبير حط الحاجات الفسيولوجيه في قاعده الهرم. جوع، عطش، نوم، تنفس، ده الحاجات الفسيولوجيه عند قاعده الهرم. كلنا عايزين ناكل، كلنا عايزين نشرب، كلنا عايزين ننام، كلنا عايزين نتنفس عشان نعيش. نمره 2 الدرجه الثانيه الحاجه الى الامان، الاحتياج الى الامان، امان مأكل، مشرب، ملبس. انا محتاجه امان صحي، امان حياتي، يعني الاحتياج الى الامان. الدرجه الثالثه اللي بعدها الاحتياجات الاجتماعيه، اللي هي ايه؟ صداقه، حب، كره، علاقات، اخوه، كل ما يخص العلاقات الاجتماعيه. فعند ابراهام ماسلو خلاها الدرجه الوسطى من الهرم. عارفين عمل حاجه بعدها اسمها الحاجه الى تقدير الذات. تقدير الذات في وجهه نظر ماسلو هو انك انت، انا شايفه ان هرم الحاجات عند ماسلو اللي هو في المدارس السلوكيه اللي هي الحاجه الى تقدير الذات هي بالظبط نفسها الذكاء العاطفي عند داينال بالمر. هم نفس يعني نفس الاتجاه الفكري. وبعدين حط على قمه الهرم الحاجه الى تحقيق الذات. صدقوا هقول لكم على حاجه، انا سافرت بره مصر واشتغلت بره مصر، فكانوا يسالوني انت راجعه مصر ليه؟ اقول لهم عشان انا عايزه انجح في بلدي، عايزه قلمي يطلع للنور في مصر. انا ليا صديقه كاتبه سعوديه عندها 55 اصدار اسمها امانه الزاهد. فبقول لها انت يعني جايه مصر هنا ليه يا امانه؟ قالت لي علشان عايزه انجح هنا. هي لها اسم كبير جدا وهي امانه الزاهد وفي السعوديه. قالت لي عايزه انجح هنا. يا علا انتوا اللي بتنجحوا الناس مش احنا. انتوا اللي بتنجحوا الناس. اللي بيتعرف في مصر، ما بيتعرفش في اي دوله ثانيه، بيتعرف من مصر. علشان كده في القرن العشرين، من منتصف القرن العشرين، كنا بنيجي نلاقي ايه؟ اي حد بيغني من دوله اخرى يجي الجزائر، لبنان، بيجي عايز يشتغل فين؟ يشتغل في مصر، لان النجاح هنا في مصر، الانتشار هنا في مصر. فانا كنت بقول لنفسي نفس الجمله، انا عايزه قلمي يطلع للنور. ما هو طالع بره، لا انا عايزاه يطلع في بلدي. انا النهارده الدكتوره علا خويدق معروفه، ليا قلم بيكتب، عامله نشيد القوات الجويه المصريه، عندي 3 دواوين شعريه. اذا قلمي طلع للنور، هو ده اللي انا كنت عايزاه. النهارده بعد 10 سنين او اكتر، لا لاقيه
فاكرين الرئيس السادات لما كان بيقول لما تيجي تحلم ما تحلمش قوي لان ممكن حلمك يتحقق. فعلا انت لما تيجي تحلم، انا بقول اطلق العنان لحلمك واجتهد عليه، ولا بد ان يكون لديك الايمان واليقين والاراده لتحقيقه. زي فيلم باسكر بالظبط، زي فيلم باسكر. دي المدرسه مدرسه ماسلو اللي قال عليها الحاجه الى تقدير الذات دي اعلى الحاجات الانسانيه على الاطلاق، انك انت تحقق ذاتك فيما ترغب، فيما تحلم، فيما تريد، فيما تحب. انا عايزه ابقى كذا. انا عايزه اقول لكم من وانا صغيره حقيقه يعني انا كنت بقف في المرايه اقرا الجريده الجورنال. قام الرئيس محمد حسني مبارك في زياره مش عارفه ايه، كنت رئيسه جماعه الاذاعه ورئيسه جماعه الصحافه، كانوا مسميني اذاعيه المدرسه. كنت دايما شايفه نفسي علا ميكروفون، عندي القدره دي، عندي الطاقه دي، وكان حلمي ان انا اكون اشهر مذيعه في مصر. انا حسيت ان حلمي ده هو حصان جامح جوايا. عملت لقيت ما عملت البرنامج وقلمي طلع على النور. انا يمكن النهارده بنقول لكم تجربه فيها اراده. خلي عندك اراده في التغيير في المؤسسه بتاعتك، هتكون قائد. عايز تبقى مدير ماشي جنب الحيط، خليك مدير ولا تجدد ولا تعمل زي ما بيقولوا تعدي اليوم بتاعك. انت اللي بتختار نجاحك مش حد تاني. هنيجي نشوف المدارس الحديثه اللي هي النظم بتنظر المؤسسه كنظام متكامل تركز على التفاعل بين الاجزاء. المدرسه دي شبهت الاداره كانها عربيه سياره. قالت انه الاداره الناجحه هي منظومه متكامله من الاجزاء. هي العربيه البنزين لوحدها بيمشيها ولا لازم بنزين وعجل وموتور ودريكسيون ومش عارفه غرفه ايه تحكم وبوجيهات ومعرفه؟ صح. هم قالوا ان المدرسه النظم انه الاداره الناجحه هي عباره عن مجموعه متكامله من النظم زي اجزاء السياره. ده مع ده مع ده مع ده بتديني اللي هي مدرسه النظم، اللي هي لا شيء يقيم بمفرده نجاح. قائد لوحده ما ينفعش، قائد وناس بس لا، لازم قائد وناس ومؤسسه ومنظومه وقانون وعمل وجهد وخطه وفيجن، لازم حاجات كتير قوي. اخر حاجه هي المدرسه الموقفيه، لا يوجد اسلوب اداري واحد مناسب لكل الحالات، ودي هتبقى لكم محاضره اخرى عن المدرسه الموقفيه. اخيرا الاداره الاستراتيجيه، تحقيق ميزه تنافسيه، تحليل البيئه الداخليه والخارجيه، تركز على الرؤيه طويله المدى. دايما دايما لو لاحظتوا من اول ما ابتدينا المحاضره قلنا النجاح يتزامن مع ايه غير الاراده؟ الرؤيه. عندك رؤيه هتنجح، ما عندكش رؤيه مش هتنجح. عندك رؤيه هتتميز، ما عندكش رؤيه مش هتتميز. دايما بقول ان الشخص اللي عنده رؤيه، عشان كده دايما حط لنفسك بلان حياتك. هو تقول لي انا كبرت وانا مش عارفه عندي 40 سنه وانا عندي 50 سنه. انا اعرف واحده يمكن السيده انتصار السيسي يعني كرمت هذه المراه، عملت الماجستير وهي عندها 80 سنه. انت بتضحكي بجد، حقيقي عملت الماجستير، اسمها السيده امال، عملت الماجستير وهي عندها 80 سنه. انا عايزه اقول لكم انا ليا استاذ لواء اركان حرب دكتور، تمام؟ معاه ماجستير ودكتوراه ومعاه زماله ومعاه كل حاجه. بيعمل دكتوراه للمره الثانيه، كان هو مستشار هنا في الاكاديميه وبيسجل الدكتوراه للمره. بقول له يا فندم يعني ما الذي تحتاجه للدكتوراه؟ قال لي وما عملهاش ليه؟ فاهمين يا جماعه؟ فاهمين قصدي؟ طالما هناك نفس ونبض لازم تحلم، لان سعيك وراء الحلم اهم من تحقيق الحلم. سعيك وراء الحلم عليك السعي وليس عليك ادراك النتائج، عليك الايمان واليقين بذاتك، وليس عليك انك انت مش هتيجي بعصا سليمان تغير الحياه، لكن لما تقف قدام نفسك هتقول انا قدرت
وعملت ونجحت. اذا ضميري خلاص انا عملت اللي عليا، ضميري راضي بوضوح. وهو ده على فكره سعاده ما بعدها سعاده، انك انت تعمل اللي عليك وتحقق ما ترغب. سعاده ما بعدها سعاده. هنشوف بقى الشريحه اللي بعدها، دور التقنيات الذكيه في الاداره والقياده. تحسين جوده اتخاذ القرار، رفع كفاءه الاداء المؤسسي، ودعم القياده الاستراتيجيه، والتنبؤ بالمخاطر والازمات، وتعزيز الابتكار وتحقيق الشفافيه. ناخد اللي بعدها. توضيح مفهوم التقنيات الذكيه ودورها في تطوير الفكر الاداري والقيادي المعاصر. على فكره تجربه المنصه الرقميه في مصر بتعتبر من انجح انواع التجارب اللي موجوده في الشرق الاوسط، اللي هي تجربه اللي هي المنصه الرقميه والتحول الرقمي داخل مصر. التعريف باهم خصائص ومجالات تطبيق التقنيات الذكيه في الاداره الحديثه، ابراز الفروق الجوهريه بين المدير الناجح، انا ما قلتش المدير بس، ده انا بقول المدير الناجح والقائد الناجح او الفعال في ظل التحول الرقمي، تحليل دور التقنيات الذكيه في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءه المؤسسيه، استعراض نماذج وتطبيقات واقعيه من التجربه المصريه في مجال التحول الرقمي. هنيجي بقى نشوف مفهوم التقنيات الذكيه في ظل التحول الرقمي ومفهوم بناء الدوله الحديثه. انتوا بتلاحظوا دايما ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما بيتكلم على فكره ايه؟ الدوله الحديثه. احنا بنبني حضر، بنبني النهارده بصوا خلينا نقول في تغيير ملحوظ في شوارع وفي طرق وفي مباني وفي عاصمه اداريه وفي كذا وفي كذا. بس النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي متبني بناء الانسان، الوعي المجتمعي وبناء الانسان المصري، لانك انت لو ما غيرتش الانسان مش هيحافظ على المنشأ. لو انت ما غيرتش الانسان، وعلى فكره تحديات صعبه جدا، لان انت عندك حروب جيل رابع وخامس، سوشيال ميديا داخله اوضه جيل انت مش عارف تعمل عليه كنترول بشكل كافي، انت عايز تاخده ليك صعب. بيتعبونا ولادنا، بيتعبونا يعني لما تيجي خصوصا انتوا عارفين جيل زد بقى وما ادراك ما جيل زد بافكاره ما شاء الله، يعني دول لوحدهم قصه كبيره وعايزين مننا مجهود كبير. ف فكره انك انت تقدر تنجح وتستوعب المشاكل، انا بكلمكم يمكن المقام الاول جيل زد ده بعد اذن حضرتك. جيل زد العيال اللي اتولدت من سنه 2000 ل 2000 في الحوادث 97. لا انا بلاش 97 و98 لان انا حاسه 97 دول عاقلين شويه، يعني ابتديت اكتشف ان 97 و8 اصلا عندي يعني قريب مني الالفينات دي، فانا شايفه ان 97 و98 دول بعتبرهم الجيل العاقل. تخيلي بقى من بعد 2000 ربنا ينورك حاجه، يعني بصراحه اكيد انتوا عندكم سواء كان ولادكم او اخواتكم عندكم يعني ملطوطين بشكل او باخر في الجيل ده. تمام؟ فعايزه اقول لكم انه بجد صعبين، بجد صعبين. يعني كان لدينا دائما مشاعر الامتنان لاهالينا، دايما كان عندنا مشاعر الامتنان لاهالينا. لما كانوا بيجيبوا لنا حاجه جديده نلبسها في العيد شكرا، هم ما عندهمش شكرا، هم عندهم مع الشكرا دي مش موجوده. البنيه العقليه عندهم ما فيهاش شكرا، البنيه العقليه عندهم ما شاء الله ما فيهاش تسلموا انتوا تعبتوا عشاننا، مش موجوده.